يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي كوكي. أنا قلت النهاردة اما أعمل لهم بدل كفتة الرز باللحمة أغيرها وأخليها بدل اللحمة جمبري. لقيت في السوق الكيلو ونص الجمبري الصغنون ده بتاعنا بتاع الغلابة، الكيلو ونص ب100. لا، قلت ايه ده، انا اعمل كمية محترمة من كفتة الرز بالجمبري. وتتصوروا طلع من الكيلو ونص نص كيلو جمبري محترم. قشرته وغسلته، واحتاج معايا نص كيلو من الرز غسلته برضو وسبته لغاية ما ينشف، وبطاطساية واحدة وبصلاية ورستومة بحالها، وشوية خضار شبت وكزبرة، ومعاها معلقة من الكمون والفلفل الأسمر والملح والكزبرة والزنجبيل. بس يا ستي تجيبي الكبة بتاعتك وتطحني الرز حلو قوي، لازم يبقى مطحون ناعم على الآخر، لازم يبقى تحت ايديكي ملمسه ناعم خالص. والتكة الحلوة بقى اللي انت تحطي قد كوباية صغنونة من المكرونة الشعرية اللي بتتحط على الرز، اي حاجة منهم ينفعوا، وهحطهم على الرز المطحون وهقلب تقلبتين حلوين كده. وتحطي بقى بهاراتك ومعلقة صغنونة من البيكنج باودر او الكيك شيف علشان تبقى الكفتة معايا مش مكتومة وهشة وحلوة وخطيرة. قلبنا المكونات الجافة هنركنها على جنب، ونفس كبتك هتحطي الجمبري شوية بشوية، بس ما تقليش على الكبة بتاعتك لانه بيبقى ايه، ناعم خالص وبيبقى فيه عرق، عجينة متماسكة على الاخر. شفتي عاملة ازاي؟ ما شاء الله، فيها عرق خطير، ده اللي بيخلي الكفتة عندك تبقى متماسكة وعمرها ما تفك خالص. عملت الكمية بتاعت الجمبري كلها، قلت برضو في نفس كبتي احط البصلاية والثوم والخضار بتاعي، افرمه كده فرمتين، وبعدين احط البطاطساية دي هتخلي معاكي المكونات دي سائلة خالص على الاخر، ومش هتخليك اللي انتي تحتاجي مية اثناء العجن بتاع الكفتة. هتجيبي الرز المطحون مع الشعرية المطحونة وهتحطي عليها الجمبري والخضار طبعا والبصل اللي احنا ضربناه ده، وتقعدي تعجني بقى براحتك، تعجني بالاسباتولا او بايديكي انتي وراحتك. هي كده كده عاملة عرق جميل ومتماسكة على الاخر. بس يا ستي هنبتدي نسمي الله ونبتدي نصبعها في طريقتين اتنين علشان تصبعيها، هوريها لك وتختاري فيها اللي تناسبك. اول طريقة اللي انت تجيبي كيس التلاجة وتحطي مسحة زيت بسيطة عليها وقطعة من العجينة بتاعت الكفتة، وتحطيها وبالراحة خالص وبشويش بالسكينة هتكوريها كده وتدور معاكي لغاية ما تعمل لك الصباع بتاع الكفتة الجميل ده. هي طريقة سهلة والله. ممكن بقى زي الطريقة بتاعتنا المعتادة اللي انا بحبها واللي هي بتبقى سريعة معايا، اللي انا ابل ايديا زيت واقعد اصبعها حتة صغنونة كده، اقعد اكورها وفي نفس الوقت وانا بكورها اقعد اصبعها وتبقى صوابع متساوية. بس يا ستي شايفة عاملة ازاي؟ وممكن انتي بقى تسويها من الجنبين بحيث انها تبقى الصوابع كلها متساوية وتبقى شكلها حلو معاكي. عملت الكمية كلها، وطبعا كمية حلوة خالص. انت عارفة انها عاملة معايا حوالي كيلو ونص من الكفتة، يعني موفرة على الاخر. ما شاء الله الكمية تحفة، يعني هتطبخي منها وتحطيها في الفريزر تخزنيها. بصي انت وراحتك، كفتة الجمبري دي حلوة خالص ومتماسكة على الاخر. وعملت شوية كور كده لاولادي الصغنطاطين عشان افرحهم بيها. وتجيبي بقى حلتك، حلة غويطة كده، وتحطي شوية زيت حلوين كده غزير وتسمي الله، وتحطي الكفتة بتاعتك، ولازم انها تبقى لونها زي اللون البرونزي الحلو الجميل واللي هو الذهبي الفاتح ده، ما تغمقهاش وفي نفس الوقت ما تبقاش فاتحة خضرة. وهقرب لك شوية من الكفتة قدام الكاميرا عشان تشوفي اللون قد ايه جميل، اللون البرونزي الخطير والريحة جنان ما شاء الله.
هتقعدي تحطي بقى في كل مرة لغاية ما تخلصي الكمية كلها. وسمي الله بقى، ولازم ادوق. ما احنا بنقعد ناكلها كده وهي اثناء القلي، لا ده احنا بنخلص حوالي ربعها. شفتي عاملة ازاي من جوه؟ واسفنجية على الاخر، عمرها ما تفك معاكي يا ست الكل وهي بتطبخ. متماسكة. كفتة الجمبري دي بجد بتتاكل كده، بتتحط في القلب على طول. وشايفة عاملة كمية محترمة بجد. الكفتة بتاعت الجمبري دي طعمها حلو خالص وموفرة على الآخر واسفنجية وهشة. شفتي سواء الكور أو الصوابع، كلها حاجة في منتهى الجمال والروعة. انا هخزن منها جزء لانها كتير علينا، لانها بعد ما بتستوي بتبقى كمية حلوة، بتكتر طبعا وبتشرب الصلصة بتاعتها. فانا هجيب الاطباق البلاستيك الصغنونة دي، وهخزن شوية من الصوابع وشوية من الكور علشان اعملها في يوم تاني. اما بقية الكفتة دي انا هعمل لها صلصة حلوة خالص، هتبقى في منتهى الجمال والروعة. يلا بينا على النار. الطاسة بتاعتك على النار او الحلة، يعني شوية زيت وقطعة من الزبدة او السمنة، واربع خمس فصوص توم، ما تكتريش، مدقوقين جامد وناعمين. تقلبيهم، الريحة الحلوة دي تطلع عليك وتشميها. تحطي عليها على طول نص كيلو من الطماطم المعصورين، ومعلقة صغنونة من الفلفل الأسمر والكمون ومن الملح والكزبرة وكمان البابريكا. كل الخلطة دي تقعدي تقلبيها تقلبتين حلوين وتسيبيها لغاية ما تتسبك قد 10 دقايق ربع ساعة. وبعدين تسمي الله وتحطي الكفتة بتاعتك، تقلبيها تقلبتين حلوين كده، وتحطي عليها مية سخنة. ما تكتريش، حوالي كوباية كوباية ونص. وكل لما تعوز انها تتحط مية ابقي حط لها مية سخنة وتسيبيها على النار تستوي. شفتي عاملة ازاي؟ متماسكة على الاخر وخطيرة ما شاء الله. في طبق التقديم بتاعك وتقدميها حاجة كده في منتهى الجمال والروعة، وتزينيها بشوية خضار كده لزوم الديكوريشن، وتسمي الله وتدوقي. بسم الله ما شاء الله. لا ده حاجة ايه، الريحة جنان، ما بالك بالطعم. انا هدوق بقى شوية الصوابع دي. شفتي متماسكة خالص واسفنجية واستيكية من جوه. لا عمرها ما تفك معاكي يا ست الكل. جربيها وصدقيني هتعتمديها على طول. بسم الله ما شاء الله. فعلا الحاجات دي معمولة بكل حب وسعادة، عشان كده طلع حاجات في منتهى الجمال. تاكليها بقى مع شوية رز، مع عيش، تاكليها حب زي حالاتي كده، حاجة كده خرافة. بألف هنا وصحتين، واستنوني مع طبخة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله.